إنجاز تاريخي من تبون، معبر حدودي دون طريق. أروح نسمعوا. منشأة استراتيجية هامة تلك التي يجسدها المعبر البري الحدودي ثابت مصطفى بن بولعيد، والذي يعد بوابة التجارة الجزائرية نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا. حزمة التحفيزات والهياكل الكبرى التي خصها السيد رئيس الجمهورية بتندوف تعكس إرادة الدولة في ترقية المبادلات التجارية. والله أنت لما تسمع بافتتاح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا تقول درك نهز هذيك السيارة تاعي نروح نعطيها لجهة الحدود ونروح نضرب فيها تبحيرة في المحيط الأطلسي في نواكشوط. ايه بصح صديقي لما توصل للحدود وتمر هذاك المعبر الحدودي اللي مدايرينه ومزوقينه بشويه حجيرات، على بالك واش راح تلقى؟ راح تلقى صحراء، راح تلقى طريق الشاحنات وما تقدرش تمر بها. تعرفوا بانه الشاحنات نقل البضائع تمر عبر ما يسمى بالمنطقه العازله، يعني بين موريتانيا والمملكه المغربيه، وتعرضت لدرجة أنها تعرضت إلى القصف بالدرون في مرحلة معينة. وتذكروا قضية لن تمر دون عقاب وبداية أزمة بين النظام الجزائري وبين المملكة المغربية لهذا السبب. جاء تبون والتقى مع الرئيس الموريتاني، تقول عادي على الأقل قال تدشين معبر وبداية إشغال الطريق للنظام الجزائري. قال لك إنجاز، فتحنا معبر ومعبر عظيم ومعبر كبير. وأنت أصلا يقول لك بأنه هناك منطقة حرة لتبادل السلع، قال لك دون جمارك وغير ذلك. انت واش من سلع راح تبعثها لموريتانيا؟ ما عندك منتجات فلاحيه تصدرها. احنا الاكتفاء الذاتي وغير موجود داخليا فيما يخص السلع الفلاحيه. ما عندك الشركات يعني راح تسيطر بها على السوق الموريتانيه. ما عندك اي شيء. هو مش مشكل في انك تفتتح معبر مع موريتانيا وغير، لكن على الاقل انجز الطريق ثم افتتح معبر وقول بانه انجاز وغير ذلك. الان الاشغال بدات في الطريق اللي هو منذ سنوات وهم النظام الجزائري يتكلم عليه. وزدنا شفنا حتى في افتتاح هذا المعبر يعني زوج حجيرات حطوهم على بعضهم، خرجوا طائرات سوخوي. على بالك كم تكلف نصف ساعه طيران تاع سوخوي؟ 50,000 دولار. تعرف هذه الطائرات تاع السوخوي باش حلقت تبني بها معبر وتفتح بها طريق حتى المحيط الاطلسي وما كان حتى مشكل، والنظام الجزائري يحرق فيهم هكاك، والطريق مازال ما اندارتش وهما يحتفلوا. باش تحتفل اصلا؟ روح بني اقتصاد، روح حرر السوق السوداء هذا من العمله، اقضي عليه. روح ابني معاملات بنكيه باش تصير عندك بنوك على الاقل ومعاملات بنكيه كالدول المحترمه. ابدا استقطب استثمارات اجنبيه، ابني شركات في الجزائر، ومن بعد باش تكون عندك سلع تصدرها لموريتانيا اللي نسبه النمو فيها هي الاعلى افريقيا في السنه القادمه. الله المستعان.